صباح الخير، يوم جديد وتحضيرات لانش بوكس جديده. كل سنه وانتم طيبين. اكتر حاجه بتتعب كل الامهات هي تحضير اللانش بوكس. بصراحه انا عندي شويه خطوات بتساعدني ان انا احضر لانش بوكس كل يوم بسهوله. اولا ان انا دايما عندي تحضيرات للاسبوع كله، زي الحاجات اللي انا بنزل لكم الوصفات الاسبوعيه بتاعتها، وخصوصا وصفات كل يوم خميس. الوصفات دي بتريحني جدا طول الاسبوع ان انا ما شيلش هم اللانش بوكس ده. كمان ما بصحاش احضر لانش بوكس الاولاد نازلين من المدرسه، عمري ما بعمل كده. انا بحضر لانش بوكس الاولاد وقت الفجر، لما بقوم اصلي الفجر بقرر ان انا احضر لانش بوكس، وهم بيكون قدامهم حوالي ساعه قبل ما يقوموا، فده بالنسبه لي بيكون وقت مناسب جدا بقدر احضر كل نفسي فيه. لكن لو انا صحيت مع الاولاد هنكون بنجري حوالين بعض من غير اي فايده. يلا بينا بقى نحضر لانش بوكس سريع. اولادي طول عمرهم كانوا بيعانوا من النحافه، وكانوا بيكي ايترز جدا، وكانوا مغلبيني بمعنى الكلمه في الاكل بتاعهم. امهات كتيره جدا بيشتكوا لي دايما ان اولادهم مالهمش في الخضار او في الفاكهه. مش لازم ندخل لهم الخضار والفاكهه مباشره كده، انت هتاكل الطبق ده يعني هتاكل الطبق ده، لا، غيري في شكل الطبق لحد ما توصلي للشكل اللي اولادك بيحبوه. وصلي دايما مع اولادك لافضل طريقه. انتوا عارفين ان انا كمان اولادي مالهمش في الجبنه القريش تماما، ولكن انا بعمل خدعه فظيعه جدا بخليهم ياكلوا الجبنه القريش. اللانش بوكس الجاي هحضرها معاكم. فيديو طويل شويه بس هتستفيدوا منه جدا. اوعوا تنسوا بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب والحاجات الحلوه دي. النهارده حضرنا مع بعض وصفه للبان كيك الهيلثي. نزلت الوصفه كامله، ادخلوا شوفوها. ادم بقى بحط له البان كيك وبحط له عليه معلقه شوكليت سبريد. ليلي لا، ليلي بتاخد البان كيك كده من غير اي حاجه خالص. بحطها لهم دايما في الباكتس دي، بتحافظ عليها كانك شارياه من بره، وبالتالي بيكون احساسهم ان احنا جايبين حاجه من بره زينا زي كل الناس موجود، لان انا اولادي ما بيشتروش اي حاجه خالص من السوبر ماركت. بقدمها لهم معاهم كده في اللانش بوكس. ليلي ما بديلهاش معاها شوكليت، بديها لها كده عادي، بحطها لها برده في الباكتس بتاعتها، وبحط لها معاها كب بتاعي اصلا، يعني باخد منه بس الكب ده كده، وبحط لها فيه العسل، وبتاخده معاها المدرسه، بتتبسط بيه جدا، وبتاخد معاه موزه. ليلي بتحب الموز جدا مع البان. مهم جدا للاطفال اللي بيعانوا من النحافه ان احنا دايما 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 ندخل لهم اكلات تفتح نفسهم الصبح. اول وجبه ياخدوها تكون وجبه بتفتح نفسهم عشان يكملوا باقي اليوم يقدروا ياكلوا، لان مشكله اولاد اللي عندهم نحافه ما بيحبوش الاكل، طول الوقت كانوا بيرفضوا الاكل. انا عايزه اقول لكم ان انا اكتشفت بعد سنه كامله ان ادم ما كانش بياكل اكله تماما، وكان بيديه لاصحابه، او للاسف كمان كان بيرميه في الباسكت في المدرسه، وكان بيرجع من غير ما ياكل اي حاجه لانه ما كانش بيحب الاكل. وعشان كده قررت ان انا لازم اغير اللايف ستايل بتاعهم، ومن هنا بدات اصلا دراستي للتغذيه. المهم هنبدا بقى نكمل اللانش بوكس بتاعهم بسرعه جدا. كل الوصفات دي انا نزلتها كامله. حضرت لهم ساندويتش تشيدر مع لبنه، ودخلته بس كده يتحمص شويه في التوستر بس. تمام. وبعدين حطيت نسيت اقول لكم، حطيت لهم كمان مكسرات. حطيت لهم هما الاثنين مكسرات عشان المساواه. اولادي ماشيه معاهم بمبدا مهم جدا، هو ان احنا كلنا هناكل زي بعض، مفيش واحد فينا هياكل حاجه والباقي هياكل حاجه تانية. الخضار بحطه لهم في اللانش بوكس الوان كتيره بيتبسطوا بيها جدا. في حاجات من الخضار دي ما بيحبوهاش، ولكن مقابل ان انت اخدت حاجه بتحبها وسيحتها لك وعملت لك كل اللي نفسك فيه، هتاخد حاجه انا كمان بحبها، وده مهم جدا. وهم في المدرسه مع اصحابهم بيتشجعوا جدا مع بعض. والالوان الكتيره في اللانش بوكس كمان بتشجعهم جدا جدا ان هم يخلصوا اكلهم. اوقات تلاقيهم الاولاد اكلوا مع بعض. ثانيه، عشان ليلي ما عندهاش طماطم ولا ايه؟ ثانيه واحده. خلاص حطيت لها طماطم عشان ليلي بتحب طماطم الشاري دي جدا. بحط لهم دايما خضار في اللانش بوكس، لازم لازم لازم. الخضار ده هيشبعهم، وخصوصا الاولاد اللي بيقعدوا يوم كامل في المدرسه، ده مهم جدا جدا ليهم. الخضار ده من الحاجات اللي هتشبعهم جدا. وحطيت له تفاح ولفته لهم بستريتش، عشان التفاح انتوا عارفين ان هو بيتاكسد. وبكده اللانش بوكس بتاعنا جاهز. فيه كل حاجه ممكن نحتاجها. حطينا فيه نشويات صحيه، حطينا فيها بروتين موجود في الشيدر وفي اللبنه وفي البان كيك، حطينا خضار، حطينا فاكهه، وبكده لانش بوكس متكامل مش ناقصه غير ان اولادنا ياكلوه بالهنا والشفا. باي باي.